اهلا بيك ايها المشاهد في عالم الناطورة. مفيش اجمل من ان الانسان ياخد نفسه لمكان هادي بعيد عن دوشة الحياة، مكان يقدر يشحن نفسه بيه بطاقة ايجابية ويوصل للتوازن النفسي والسكينة. طبعا في ظل الاسعار الجديدة والغلاء ده كل الناس هتسألني ايه طريقة عمل التوازن النفسي في البيت. هقولك انت جيت للمكان الصح. انا سارة سامي ويلا بينا. التأمل والممارسات الروحية المختلفة زي انك تصلي تذكر الاله مارسها البشر من زمان جدا، وده لانهم لاحظوا ان التعبد من اكتر الحاجات اللي بتريح نفسيتهم وتهديهم. واسلاف البشر برضو طول عمرهم وهم بيمارسوا الطقوس الروحية، فالتأمل يعتبر هو المكان الاساسي للنفس علشان تهدى وتوصل للسلام الداخلي. واسلاف البشر برضو طول عمرهم بيمارسوا الطقوس الروحية دي، فالتأمل يعتبر هو المكون الاساسي للنفس عشان تهدى وتوصل للسلام الداخلي بتاعها. من اكتر من 1500 سنة قبل الميلاد والديانة الهندوسية في الهند بتمارس اليوجا والتأمل كعبادة أو صلاة، وده لأن الأسلوب ده من الحياة بيهدي الجسم وبيفصله عن العالم الخارجي، وبيروح بالمتأمل لعالم تاني خالص يبدأ فيه يهدى وموجات المخ تنزل من تردد ألفا لثيتا ودلتا. وسريعا كده هقولك، العقل بيوصل له إشارات عصبية ويستجيب ليها، وكل إشارة عصبية ليها تردد معين، والعلماء بيقسموا التردد ده لدلتا وثيتا وألفا، ودي حاجة كده هنرجع لها إن شاء الله في حلقة تانية. في وقت التأمل بيدخل عقلك لحالة الثيتا أو الدلتا، يبدأ جسمك يسترخي ويرتاح وتركز على ذاتك. هل تعلم إن التأمل سمع في كل حتة في الناطورة من الصين للهند لمصر وأخد أشكال مختلفة؟ بس احنا مسألناش نفسنا سؤال، كيف بدأت اليوجا أصلاً؟ العقل البشري مر على رحلة طويلة قوي من التطور، وزي ما قال دكتور بول ماكريل سنة 1960 عن التطور ان دماغ سيد فيها جزء كده اسمه ذا ليمبيك برين، وده المسؤول عن العواطف، وفي جزء تاني اسمه نيو كورتكس برين وده المسؤول عن الراشوناليتي، وده الجزء اللي اتطور عشان يقوم بعمليات عقلية وتفكير، والتفكير اللي اتطور ده ادى لتطور روحي عند جنس هومو كله. اول لما الاستاذ سيد شرف الناطوره طبيعه الحياه كانت صعبه جدا، حيوانات بتفترس ولاده، حراميه بتسرق الاكل، وكوارث طبيعيه كتير جدا. عقله كان هيشت ويطق ويموت من هرمون الكورتيزول والادرينالين اللي كان مالي جسمه بسبب صدمات الحياه الخارجيه القاسيه. عشان كده كان لازم الناطوره تدرب سيد انه يهرب من الحياه الخارجيه لحياة داخلية تانية هو اللي بيختارها بنفسه، مكان يبدأ فيه يهدى ويريلاكس خالص كده. فخرج من الواقع وهرب من الألم واخترع كل الأفكار المريحة، كل ده عشان يعالج الصدمات من الموت والجوع وما يزعلش على ابنه اللي صرف عليه موارد. فاخترع الأرواح الخالدة وحاجات كتير قوي عشان تريحه كده وتبسطه. تركيب الخلايا العصبية بتاعت الإنسان وهو مبسوط ومرتاح مختلف تماما عنه وهو مكتئب وحزين، وده اللي أثبته دكتور ريتشارد، وقال إن الخير هو أساس الدماغ البشري، وده نظام روحي مقدس. فده اللي خلى العلماء يدوروا على اليوجا جوه الأديان. أصل بما إن اليوجا نظام روحي مقدس وأساسها راحة الإنسان، فهل اليوجا بس في الهندوسية؟ يعني الدين الهندوسي بس هو اللي بيمارس اليوجا؟ ما كل الأديان بتخلي الإنسان يوصل في الآخر إنه يرتاح ويوصل للسلام الداخلي، فأكيد اليوجا موجودة في كل الأديان. فركز كده أيها المشاهد وقول لنا، هل هتلاقي اليوجا في الدين بتاعك ولا لأ؟ لو جينا شفنا الديانة البوذية، طبعا كتير مننا ما يعرفش يعني ايه ديانة بوذية، بس لو جينا شفنا التأمل فيها هنلاقيه بيمارس على هيئة تأمل النصوص البوذية القديمة. وعايز اقولك ان الدين ده هو اكتر نوع شائع ما بين كل المتأملين هناك. تاني نوع هو الديانة الطاوية. لو جينا شفنا التأمل جوه الديانة الطاوية هنلاقيه بيشبه كتير قوي الديانة البوذية، بس مختلف شوية في التركيز والبصيرة والتصور، لان في الديانة الطاوية المتأملين بيتخيلوا كده الجواهر الشمسية والقمرية كأنها حاجات جوه جسمهم تديهم الصحة وطولة العمر. الديانة البهائية، في الديانة البهائية التأمل فيها بيكون على هيئة صلاة، وان انت تركز في رسالة الإله والقوة الإلهية، ويفضل المتأمل فيها يركز على كلمة الله ويعمق التعليم الدينية كلها جوه روحه. الديانة السيخية، ودي طبعا منتشرة في الهند وعارفينها، التأمل فيها برضو بيعظم كلمة الله بس معروف باسم سمران. طبعا كل دي أديان لحد دلوقتي في مصر مش منتشرة. طب لو جينا شفنا الأديان في مصر التأمل فيها عامل ازاي؟ والله احنا في مصر مسلمين ومسيحيين. طب التأمل في المسيحية واخد شكل ايه؟ والله التأمل في المسيحية واخد شكل من أشكال الصلاة، وفيها المتأمل بيبدأ يردد كده كلمات ويركز على سلسلة من الأفكار أو مقاطع من الكتاب المقدس. والتأمل بالنسبة لهم إنه بيعمق العلاقة الشخصية مع الإله بس. وقعد فترة القادة المسيحيين بيحذروا جدا من ممارسات التأمل في الأديان. آخر دين معانا وهو الإسلام. التأمل في الإسلام موجود بس في فئة معينة وهي الفئة الصوفية، بيبدأ يردد فيها المتأمل كلمات زي الله،
كلمات روحية، وبيعتقد برضو المتأمل فيها انه يقدر بالتأمل يوصل للشفاء ويوصل لأي حاجة هو عايزها. وده شوية شبه التأمل في البوذية كده، لأن في الاتنين التأمل بيسمح للقلب والعقل ان هو يروح لعالم تاني، عالم داخلي وبيخضع لله. طب هل زي ما بيعتقد البوذيين والمسلمين ان التأمل فعلا ممكن يشفي؟ والله في دراسات اثبتت ان التأمل ليه تأثير حلو جدا على ضغط الدم، بيظبطه كده، وده طبيعي يعني المتأمل بيبدأ يهدى، كل حاجة تبقى بيس وتمام، فما بقاش عنده ضغط. وليه تأثير تاني على القولون العصبي، لان سنة 2011 في تجربة اتعملت على 75 ست كلهم بيمارسوا التأمل، بس كلهم مارسوا لمدة 8 أسابيع. لاحظوا في الفترة دي إن أعراض القولون بتاعتهم قلت كتير جدا. التأمل برضو ليه تأثير على الاكتئاب وعلى الأرق، لأن كل ما الإنسان بيعمل تأمل كل ما مستوى الاكتئاب عنده بيقل، لأن هو بيوصل لسلام داخلي جوه روحه. كمان بيبدأ النوم بتاعه ينتظم. واغرب حاجه ممكن يعملها التامل للاستاذ سيد انه يساعده يبطل تدخين، لان في دراسات عملت على ناس مدخنه لقوا ان فتره ممارستهم للتامل بيقل جدا شربهم للسجاير. تامل يعني صحه نفسيه كويسه، حياه 100 مناعه زي الفل، حتى التنفس بتاعنا بيبقى احسن، توتر اقل، وهدوء كبير جدا في حياتنا. فنصيحه ليك ايها المشاهد، دخل التامل كسلوك في حياتك براحتك بقى، عايز تدخله ممارسات عامه للتامل، تدخله عن طريق الدين، ايا كان، بس نصيحه مني دخل التامل في حياتك لانه هيساعدك تظبط حاجات كتير جدا في يومك. متنساش تعمل لنا شير، لايك، سبسكرايب، واستنانا في الحلقه الجايه من سيد والناطوره مع ساره سامي.